السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفادت مصادر إعلامية مقربة من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن ثلاث من العلامات التجارية الكبرى المعروفة في السوق الجزائرية والعالمية لم تحصل على الرخص الأولية لاستيراد السيارات، ويتعلق الأمر بعلامات رونو وبيجو وتويوتا، وهذا ما أحدث صدمة كبيرة لعشاق هذه العلامات التي لطالما كانت تحظى بحصة كبيرة من المبيعات في الجزائر. وأوضحت المصادر أن السبب وراء عدم حصولهم على الرخص يعود إلى عدم استيفائهم بعض الشروط المتعلقة بنسبة الشراكة الجزائرية الأجنبية. وسبق للمدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة أن أعلن منح 11 اعتمادا جديدا لاستيراد السيارات خلال آجال لا تتجاوز 15 يوما، مما يعني أن الأمر سيحدث خلال النصف الأول. وقال المتحدث إن 14 عالما سيتمكنون من استيراد السيارات في الجزائر سنة 2023، بما في ذلك فيات وأوبل وجاك التي حصلت على رخص الاستيراد. وأضاف أن وزارة الصناعة استقبلت 73 طلبا لاستيراد المركبات، بينها 19 طلبا لوكلاء الأشغال العمومية والبقاء لوكالات السيارات السياحية والنفعية. وشدد زايد على أن استيراد وتسويق السيارات هي مرحلة مهمة لإشباع السوق، ولكن الهدف الأساسي هو تطوير التصنيع. وأشار إلى أن مصنع فيات سيعطي دفعة لبقية المصانع. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.